اليوم معنا خبر هز العالم كامل. زلزال قوي ضرب اليابان وخلى بزاف ديال الناس يعيشوا الرعب. هاد الحدث ماشي عادي، خصوصا ملي كنسمعوا تحذيرات من التسونامي الله يحفظ اللي كترجع الذكريات لكوارث كبيره وقعت شحال هادي ديال التسونامي. باش نعرفوا شنو وقع، نهار 20 ابريل 2026 فين وقعت هزه قويه قبالة السواحل الشمالية الشرقية لليابان. القوة ديال الزلزال تراوحت ما بين 7.4 و 7.7، وهذا الرقم راه كيعتبر رقم كبير ويقدر يخلق أضرار كبيرة بزاف. الزلزال ضرب في البحر ولكن قاص بزاف ديال المدن يابانية وصلهم الصهد. الناس خرجوا من ديورهم، أكثرية خافوا، وبعض الناس بقاو كيتسناو الأخبار باش يعرفوا شنو واقع عندهم في بلادهم. في ذاك اللحظة كان الإحساس بالخطر حاضر بقوة. مباشرة من بعد الزلزال السلطات اليابانية تحركت بسرعة وخرجت تحذيرات بان احتمال وقوع تسونامي الله يحفظ، حيت الامواج يقدروا يوصلوا في ثواني. يكون الامر خطير بزاف. تخيل معايا ذاك الموقف، جالس ما بيك ما عليك والموجة جايه تسونامي الله يحفظ. الناس كيجمعوا حوايجهم دغيا وهاربين، وكل شي كيتساءل نفس السؤال: واش غادا تكون كارثه ولا لا؟ ولكن الحمد لله التقارير اللي خرجت من بعد بينت بان الامواج ما كانوش بهذيك الارتفاعات اللي كيسببهم تسونامي، وما فاتش تقريبا متر واحد. شي يعني الخطر الكبير الحمد لله ما وقعش. واخا هكاك السلطات ما خداش مخاطره كبيره، تم اجلاء الالاف ديال السكان المنطقه وتوقفات بعض الوسائل النقل وانقطاعات الكهرباء في بعض المناطق. هاد الاجراءات كانت احترازيه من بعد الانذار اللي طلقاته الدوله، ولكن راه ضروريه باش يتفادوا بزاف ديال الخسائر اللي يقدروا يوقعوا. دابا السؤال اللي كيطرح راسو، السؤال اللي كيسول راسو: علاش اليابان ديما كتعيش هاد الزلازل متكرره؟ الجواب كيرجع لموقعها الجغرافي اللي جات فيها اليابان. اليابان كاينه فوق اللي كيتسمى بالحزام الناري، وهو واحد من اخطر المناطق الزلزاليه في العالم. في هاد المناطق الصفائح الارضيه كتحرك باستمرار ما كتحبش، وهذا الشيء كيخلق زلزال وبراكين ديما. بالنسبه لليابان الزلزال ماشي مفاجاه جديده، ولكن راه جزء من الواقع اليومي اللي كيعيشوه ديما هذوك الناس. ولكن اللي كيطيرني في اليابان كيفاش كيتعاملوا مع هذا الخطر. الدوله استثمرات بزاف في البنيه التحتيه ديالها، واجدين لاي زلزال، وبنات بنايات مقاومه للزلازل اللي تقدر تحمل الهزات الارضيه بلا ما تريب. زياده على ذلك كاين انذار مبكر متطور اللي كيعطي للسكان في ثواني قبل ما تجي الهزه، كيعلمهم والناس راه هربانين، راه اليابان صاحبي. وهاد الثواني ممكن تنقذ الالاف او الملايين ديال الناس. حتى المدارس والشركات كيديروا ديما تدريبات منتظمه على هاد الكوارث اللي كيجيو ديما، باش الناس يعرفوا شنو يديروا ملي يضرب الزلزال. هاد الثقافه ديال الاستعداد هي اللي كتصنع الفرق. وإلا رجعنا شويه للتاريخ غنتفكروا الزلزال ديال 2011 اللي كان من اخطر الكوارث اللي عرفات اليابان. داك الزلزال تسبب في واحد التسونامي مدمر دخل كاع المدن، خلى دمار كبير وخسائر حتى في الارواح. هاد الكارثه خلت اليابان تطور نظامها اكثر وتولي اليوم من اكثر الدول استعدادا في العالم للزلازل. الزلزال الاخر بين فعلا هاد الاستعداد اللي ضرب في 20 فبراير 2026، حيث رغم القوه ديالو اللي ضرب ما بين 7.4 حتى ل 7.7، اضرار كانت محدوده مقارنه مع اللي كان يوقع. اليابان هربتي، ودابا خاصنا نوقفوا نسولوا راسنا شنو نقدروا نتعلموا حنا في المغرب. واخا المغرب ماشي بحال النشاط الزلزالي اللي ديما كتشوفوا دولة اليابان، الا ان الزلزال ممكن يوقع، وهذا الشيء كيخلينا نفكروا في اهميه الاستعداد، سواء في الطريقه ديال البني ولا في التوعيه ديال الناس. شنو وقع وداك الشيء كيفاش خاصو يتعامل معاه. خصنا نعرفوا كيفاش نتصرفوا في حالة ضرب الزلزال الله يحفظ. نبعدوا من الشراجم، حاول تخبع تحت الطابلة وما تخرجش بشكل عشوائي غادي وتجري فين غادي الزلزال فيك يزقى. التوعية هي الخطوة الأولى، والاستعداد هو اللي كيحمي الأرواح. زلزال اليابان 2026 فكرنا في قوة طبيعية قد على غير ربي، ولكن ورانا كذلك أن الإنسان قادر يواجه هذه المخاطر بالعلم والتنظيم. تهلاو.